بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه أقل فترة للحمل؟ الحقيقة الموضوع ده كان إحنا المعلومات اللي عندنا إن ممكن حد يتولد 7 شهور ويبقى ابن 7، لكن جه وده كان المعروف برضو عند الصحابة، ولكن في حادثة حصلت أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إن في واحدة جت ولدت بعد 6 شهور بالظبط، يعني في أول السابع، أول يوم في السابع 6 شهور بالظبط ولدت. فجه جوزها على علمه يتهمها بالزنا، لأن هو داخل عليها من 6 شهور. فسيدنا عمر أما حسب بحسبتنا احنا العادية، قال إذن حصل الست دي وقعت شخص قبل ما تتجوز، وبالتالي حملت سفاحا، وبالتالي ده زنا، وبالتالي هيقيم عليها الحد ويرجمها. والست تقول لا أنا بريئة وما حصلش وبتنكر. وبالصدفة حضر هذه الواقعة سيدنا علي، فقال سيدنا علي كرم الله وجهه إن الآية بتقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويعني حمله والرضاعة 30 شهر. طيب الحمل قد إيه؟ الرضاعة قد إيه؟ 2 حولين كاملين، حولين كاملين 24 شهر. إذن أقل، نستنتج من الكلام ده أقل فترة للحمل إن حمله وفصاله 30 شهرا 6 شهور. فطبعا بعد ما قال الكلام ده سيدنا عمر اتراجع وما أقامش الحد على السيدة. إذا يا جماعة، وده بيتعمل عندنا على فكرة في مكاتب الصحة. يعني لو تاريخ الزواج بعديها ب6 شهور بالظبط، هي أقل فترة ممكن الراجل اللي كاتب الصحة يكتب العيل. أقل من 6 شهور على الزواج عمره ما هيكتب، يتعمل بقى سائط قيد وهكذا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.